النهارده عندنا كحك العيد بامبي بامبي. عايزه اقول لكم ان هو من اسهل الوصفات، واحنا عملناه على القناه قبل كده بكذا طريقه. النهارده هنعمله على البارد وهنتعلم كل التريكات اللي تطلعوا معانا ناجح. اول التريكات بتاعتنا ان احنا لازم نجيب دقيق يكون مخصص للكحك والبسكوت. دي ما فيهاش كلام يا جماعه، واللي بيعمله بمتعدد الاغراض وبيطلع معاه كويس مفيش مشكله، لكن عايزه اقول لكم ان هو هيفرق كتير ومش هيكون زي الجاهز. عندنا هنا نص معلقه بيكنج باودر، حضراتكم شايفين المعيار بتاع المعلقة، ومعلقتين سكر بودرة، معلقتين لبن بودرة، معلقة صغيرة ريحة الكحك، رشة ملح، وطبعا معلقتين سمسم كبار احنا محمصينهم زي ما حضراتكم شايفين. لكن انا حاطة حوالي 4 معالق لان انا بحب فيه السمسم يكون زيادة. طبعا دي كل المواد الجافة اللي عندنا هنقلبها على بعض ونيجي للمادة الدهنية بتاعتنا. طبعا كحك هنعمل كيلو، ما فيهاش كلام. الكيلو عليه النص كيلو سمنة. لو عايزينه ناعم زيادة يبقى 550 جرام، زي ما انا هعمل النهاردة. بوريكم هنا الفانيليا السايلة. عايزة اقول لكم ان انتوا لما تيجي تعملوا الكحك لازم تكون موجودة عندكم، هتخلي ريحة الكحك حتى لو انتوا عاملينه بزيت هتخلي ريحته فظيعة. وهي موجودة دلوقتي في العطارة وخامات الحلواني، وعايزة اقول لكم ان سعرها مش غالي. نيجي هنا للخميرة بتاعتنا. طبعا الكحك مش بيحتاج مواد رافعة كتيرة، فاحنا عندنا معلقة هنقسمها ما بين نص معلقة بيكنج باودر ومعلقة خميرة فورية او معلقة خميرة بي. عندنا هنا 527 جرام، وانا قلت لكم لو حبيتوا تخلوه ناعم تقدروا تزودوا على ال 500 جرام لحد 550 جرام. طبعا كل ما زادت المادة الدهنية هيطلع معاكم ناعم، بس ما تزودوش قوي عشان ما يفرش معاكم. هنا طبعا كان عندي خليط ما بين السمنه البقري البلدي الفلاحي والبقري الجاموسي. تقدروا تستعملوا اي نوع سمنه، حتى السمنه النباتي. اهم حاجه كحك يعني سمنه. طبعا لو ما عندكوش سمنه وعندكم زبده تقدروا تعملوا لها عمليه ترويق، يعني تسيحوها وتخرجوا منها الميه والرطوبه اللي فيها وتستعملوها عادي. هنحط كل المكونات بتاعتنا في العجان بتاعنا، هنضربها بالكف اللي انتوا شايفينه العريض ده عشان نخلي العجينة عندنا زي ما انتوا شايفين. دي من الخطوات المهمة جدا، هنعملها بايدينا او بمضرب كهرباء لحد ما يبقى عندنا الخليط بالشكل ده. عايزة اقول لكم دي من الخطوات المهمة اللي بتنجح الكحك. طول ما العجينة بتاعتنا ما وصلتش للمرحلة دي يبقى عندنا مشكلة، يا اما الدقيق بتاعنا امتص المادة الدهنية، يا اما هو محتاج يتضاف له مادة دهنية. وعايزة اقول لكم ان انا فعلا حطيت الزبدة بتاعتي وحسيت ان العجينة بتاعتي مفرولة، فضفت معلقتين سمنة بدأت تلم عندي وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا انا وريتكم مقدار المية هو حوالي 200 جرام. طبعا ما يزيدش عن كده، كل ما زادت الميه او السوائل كل ما الكحك بتاعنا هيكون ناشف. فعايزه اقول لكم لما تضيفوا الميه لازم نضيفها بالتدريج، ما تضيفوش ال 200 جرام ميه مره واحده، يعني ضيفوهم بالتدريج. يعني انا ضفت في الاول شويه وبعد كده حطيت بقى، غيرت الكف اللي هو العجان. يا دوب احنا هنلم العجينه بتاعتنا، وتقدروا تلموها بايديكم لو ما عندكوش عجان. اهم حاجه ان احنا ما نعجنش. طبعا خلصنا العجينه بتاعتنا، وهنا كان الملبن عندنا او ايا كان الحشو اللي هتحشوه. انا كنت محضره الملبن، وعايزه اقول لكم ان الملبن من الخطوات المهمه، ان انتوا لو لقيتوه بتلزق ممنوع ممنوع ان انتوا تحطوا عليه سمنه او تحطوا عليه اي حاجه غير انكم تحطوا دقيق. طبعا الدقيق هيخليه يلم في ايديكم وهيبدأ يتشكل، والدقيق هيكون مفيد كمان لما نحطه في العجين. لكن لو حطينا سمنة او حطينا اي حاجة هتتفاعل مع الكحكاية بتاعتنا. طبعا عملنا تيست ودخلناه الفرن، وهنكمل بقية تقطيع الكحك بتاعنا. وانا عايزة اقول لكم للناس اللي هي بتشتغل كاترينج، او لو حابة فعلا تطلعيه زي الجاهز لازم توزني العجينة بتاعتك زي ما انا بوزنها هنا. وانا عندي هنا الكحكاية كانت عندي 20 جرام. تقدروا تكبروها او تصغروها لو عايزينه يطلع كله مقاس واحد زي الجاهز. الحشو طبعا، وزي ما اكدت عليكم الحشو عندنا يتلم بدقيق ما يتلمش بسمن، والتست بتاعنا طالع من الفرن. وزي ما انتم شايفين الكحكه محافظه على النقشه بتاعتها وما فرشتش. وعايزه اقول لكم طبعا ان التسويه لو الكحك ساده عندنا لازم يكون على درجه حراره 160. طبعا لو محشي لازم تكون على درجه حراره عاليه، عشان طبعا الحشو بتاعنا ما يعضمش وما يشققش معانا في الكحكايه. هنيجي بقى للكحك البامبي. زي ما انتوا شايفين تقدروا تحطوا لون، اللون ده موجود برضو عند خامات الحلواني. وعايزه اقول لكم ان انتوا تقدروا تحطوا لون بامبا او اصفر. وانا طبعا حطيت اللون ده ورجعت ضربت العجينه عندي بالمضرب الكف، او تقدروا تعملوها بايديكم، هتكون سهله في ايديكم جدا. بس اهم حاجه ما تعجنوش العجينه
وهنا كنا شكلناه وحشيناه وهندخله الفرن. عايزة اقول لكم ان الكحك البارد من اخف الطرق ومن احلاها طبعا، غير المقدوح بيكون تقيل وطبعا ما مش مناسب بالنسبة للظروف الصحية اللي بقت في مجتمعنا. وعايزة اقول لكم ان اكتر المحلات والمصانع بتشتغل على البارد، ما بتشتغلش طبعا على السخن. طبعا هي الافران والمخابز هما بس اللي بيشتغلوا على السخن. طبعًا لو عايزين تعملوها على السخنة ما فيش مشكلة، كل واحد وطريقته وحسب زي ما هو بيحب. وهنا كنا خلّصنا الكحك بتاعنا، وعايزة أقول لكم إن كيلو دقيق طلّع كمية مش بطّالة، والكحكة عندنا كانت عالية، وزي ما حضراتكم شايفينها النقشة باينة فيها، واللون البامبي أنا باحاول هنا أوريه لكم، لكن هو هنا كان سخن وما بانش إلا لمّا برد. طبعًا لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تدعموني باشتراك ولايك وشير عشان إحنا بنكبر بيكم وليكم. أنا شيف ريهام عرابي ودي قناتي. هنا أنا باوريكم قد إيه التسوية بتاعة الكحك كانت هايلة، والنقشة بتاعتنا شايلة السكر. وعايزة أقول لكم إن هو كان لسه سخن، بس أنا حبيت أوريكم قد إيه هو كان من جوه ناعم، والقلب بتاعنا والحشو بتاعنا كمان ما كانش معضم، وده راجع للتسوية لازم تخلوا بالكم منها كويس. وعايزة أقول لكم إن الكحكايتين اللي باينين اللي مشققين دول لما يشقق معاكم كده تعرفوا إن الحشو زيادة، فاحنا زودنا الحشو في كحكايتين، فمش مشكلة. لازم تخلّوا بالكم من التريكات دي وكل التريكات اللي في الفيديو عشان تطلّع معاكم الكحك بالشكل ده. كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم.